ازيكم؟ انا النهارده لاول مره تجيلي الجرأة ان انا اشارككم قصتي اللي ورا زنبليطة فت. انا كنت بخاف احكي القصه دي حتى قدام نفسي، لكن النهارده قررت ان انا اتشجع واحكي لكم القصه كامله. الحقيقه انا نشأت في عيله لها تاريخ مرضي طويل، من الجدود مع مرض الكانسر، وخصوصا للستات. وعلشان كده طول عمري بحلم، الحقيقة يعني بحلم إن أنا أحقق حاجة في عالم خالي من الكانسر. طول عمري بهتم بصحتي، بهتم بالأكل، بهتم بجسمي، بهتم بوزني، بهتم بحاجات كتير قوي اللي هي في إيدي إن هي تحميني وتحمي اللي حواليا من المرض ده. وكان جزء الأكل أو التغذية هو الحاجة اللي أنا كنت في إيدي أعملها. طول عمري يعني بلعب بعض السبورتس، بس يعني زي العجل، السباحة، البينج بونج، كنت بحب الحاجات دي. بس يعني الحاجات دي ما كانتش أقدر أعملها بطريقة منتظمة. كست طبعا الحاجات دي مش في ايدي ان انا اعملها كل يوم او بطريقه منتظمه، فكانت حته الرياضه دي بعيده خالص عني. يعني بس بعمل السبورتس دي كحب كده من حين لاخر، لكن ما كانتش جزئيه الرياضه دي في دماغي خالص. الرياضة التقليدية اللي هي كانت ان انا اروح جيم او كده، طبعا انا اتربيت زي غالبا كل اللي من جيلي ان الرياضة او الجيم ده للرجالة بس. لو ست راحت الجيم هتعمل عضلات كبيرة او هتتعب، مش المفروض انها تبذل المجهود ده او تشيل حاجات تقيلة او كده. لما وصلت لسن الأربعين الحقيقة يعني كنت حاسة بقى ان انا لازم العب رياضة، خلاص يعني لازم العب رياضة علشان صحتي برضو، يعني من نفس الكونسبت. يعني وخصوصا ان انا وقتها كنت بشتغل موظفة 8 ساعات قاعدة على مكتب مش بتحرك خالص، فقلت لا، من ناحية الصحة لازم اتحرك، لازم اشترك في جيم. فاشتركت في جيم يعني على مضض كده وانا مش مبسوطه، يعني اهو يلا حاجه اعملها لصحتي. يعني كان اخري ان انا اقف شويه على التريد ميل او على عجله او على الحاجات بتاعت الكارديو، الاجهزه دي يعني، واشغل صحتي شويه وجسمي واتحرك شويه وخلاص. ففي يوم وانا في الجيم كان في مدربه كانت عماله تلف في الجيم وتلم الناس علشان يحضروا حاجة كده اسمها زومبا. وقتها طبعا ما كانش عندي أي فكرة عن إيه هي دي، يعني حاجة تمارين ما فهمتش إيه هي دي. المدربة كانت لطيفة جدا، عندها طاقة إيجابية عالية قوي، عمالة تلم الناس بطريقة لذيذة جدا، فقلت يلا أحضر وأجرب. حضرت أول كلاس زومبا في حياتي، وهي دي كانت النقطة الفاصلة اللي غيرت حياتي كلها. طبعا اول يوم دخلت فيه الزومبا عملت فيه يعني مبادالي، كنت اتجاهاتي عكس الناس وحركتي ابطا وحاجات كتير جدا، يعني يمكن تكون كوميديه كمان عملتها في يوم كلاس الزومبا ده. بس فعلا عرفت حقيقي ان الرياضه ازاي تكون ممتعه. وبعدها اديت نفسي فرصة اني احضر كلاس تانية، انواع تانية، فلقيت عالم بقى تاني خالص. لقيت ان الكلاسز دي بتشتغل على النفسية بالظبط زي ما بتشتغل على الجسم. انا قعدت سنين بعدها بصحى من النوم الحافز الوحيد في يومي ان انا هحضر النهارده كلاس في الجيم. طبعا الزومبا كانت التوب، لحد ما قررت بتشجيع اقرب الناس ليا ان انا اخد شغفي لحته ابعد بقى. طبعا فخدت تريننج زومبا علشان ابقى مدربه زومبا. طبعا بعد اول تريننج ده مش هقول لكم ايه اللي حصل، خدت 14 تريننج ب 14 شهاده في الزومبا بس. وبعدها بقى خدت تريننج لشهادات تانية كلها في الجروب اكسرسايز وفي الاكسرسايز عموما. وكان على قلبي قوي قوي اني احبب كل ست في الحاجه اللي اثرتني وغيرت حياتي.
كان بيبقى نفسي أمسك كل واحدة كده مش مهتمة بنفسها أقول لها اهتمي بصحتك، اهتمي بنفسك. الأكل والرياضة ممكن يبقوا حاجة ممتعة، مش لازم يكونوا مملين وعذاب. وابتديت أدور على تركيبة تكون بسيطة سهلة ممتعة نحافظ بيها على صحتنا، علشان نقدر نكمل فيها ونستمر فيها طول حياتنا. علشان أنا لو بعمل حاجة غصب عني بس عشان صحتي مش هقدر أكمل فيها طول حياتي، وأنا عايزة أحافظ على صحتي طول حياتي. من هنا بقى جت فكرة مثلث زنبليطة فيت. ده خدته طبقته على نفسي الأول، وبعدين جربته على أصحابي وعيلتي، فجاب نتائج مذهلة. أنا عايزة كل ست تطبق مثلث زنبليطة فيت، اللي هو ضلع التغذية الصحية، والضلع التاني الحركة والرياضة الممتعة، والضلع الثالث الحالة النفسية وتحسين الصحة النفسية. لو الثلاثة دول كملوا هتعيشي بصحة وسعادة. ده عندنا في زنبليطة فيت.